سلام. وصفة البروكيز وصفة تجمع بين البراونيز والكوكيز، راح توجدوها في أقل من ربع ساعة. كما راكم تشوفوا راح يجي القوام تاعها بزاف طري وبنين. نروحوا بطريقة التحضير. هنا في كسرونة عندي كمية الزبدة مع كمية الشوكولا السوداء، نحطهم يذوبوا فوق حمام مائي. راح نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف ولا أسفل الفيديو. بعدها في إناء راح نطلع هذاك البيض مع السكر حتى يتغير اللون تاعو فقط. نضيف لهم الشوكولا والزبدة اللي كنت ذوبتهم من قبل ونستمر في الخلط. نحط لهم كمية الفارينة ونخلط كلش مع بعض. وهنا ضفت لهم حبيبات الشوكولا اللي هما اختياري، ونحطهم في مول يدخل الفرن. المول تاعنا نديروا له بابي كويسون، يعني يكون القطر تاعو 20 سنتيمتر، وندخلهم الفور يكون مسخن على 170 درجة لمدة 7 حتى 8 دقائق يحكم روحه فقط. ما تخلوش ينشف بزاف باش يجيكم القوام تاع البراونيز طري ومشمخ من الداخل. بعدها نروحوا المرحلة الثانية اللي هي الكوكيز. نحط كمية الزبدة طرية مع السكر البني ومغرفة كبيرة نتاع الفانيلا مع رشة الملح، ونخلط كلش مع بعض ونضيف لهم حبة البيض. بعدها كمية الفارينة ونضيف لهم تاني حبيبات الشوكولا. انا كان عندي كميه صغيره نتاع البيستاش ضفتها، يعني مكسرات راح يكون اختياري. اذا كان عندكم نتحصل العجينه تكون طريه والقوام تاعها يلتصق نوعا ما. راح نجبد هذاك الكوكيز ولا البراونيز عفوا من الفرن بعد ما كان نحكم روحه لمده 7 دقائق فقط. نضيف لهم هذاك الكوكيز هكذا من الفوق، يعني بيدي فتت كامل هذاك العجين، ونعاود نرجعه للفرن حتى يتحمر اللون تاعو. راح ياخذ لكم بين 7 الى 8 دقائق واحد اخرين وتكونوا تحصلتوا على ألذ بروكيز في البيت. راح يجي القوام تاعو كيما راكم تشوفوا مشمخ وطري من الداخل ومعمر بريحه الشوكولا. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش اشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو هكذا باش توصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين. سلام.